مساء الفل على كل مشاهدينا مشاهدي قناة النيل الثقافية. حالا هنبدأ معاكم حلقة جديدة من برنامج جيل ميوزك أو موسيقى الجيل. الحقيقة النهاردة المفروض كانت تبقى حلقة عادية زي باقي الحلقات اللي تعودنا عليها، لكن نتيجة وفاة الموسيقار الكبير محمد سلطان من أيام قليلة قررنا كفريق عمل إن نعمل حلقة النهاردة تكون تكريم لأعماله وتكريم لمشوار حياته وأخلاقياته اللي اتعلمنا منه كتير، وخصوصا لما كنا نسمعه في الأحاديث الصحفية أو التلفزيونية. فالنهاردة هنعمل زي تأريخ وتوثيق لمشوار الموسيقار الكبير محمد سلطان الفني، ويسعدنا أن يكون معنا النهاردة في الرحلة دي الناقد الفني الأستاذ خليل زيدان. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك ومنورنا. شكرا، ربنا يخليك. ويعني نقول البقاء لله وربنا يغفر له ويرحمه ويصبر يا رب يعني أهل ومحبيه وكل محبي فنه. فيعني دي كبداية، والنهاردة كانت الجنازة ويمكن العزاء النهاردة بالفعل. كانت العزاء النهاردة واحنا موجودين اهو على الشاشة. يمكن فنانين كتير موجودين دلوقتي في جنازة الموسيقار الكبير يعني محمد سلطان. بس احنا بقى هنبدأ نعتبر البرنامج وحلقة النهاردة كتكريم لرحلة محمد سلطان. أكيد يعني أكيد. فايه رأي حضرتك نبدأ بفاصل الأول فيها أغنية برضو لمحمد سلطان؟ طبعا حاجة من روائع محمد أكيد سلطان. أكيد. فاصل ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. اهلا بحضراتكم مره تانية. مش عارفه وصل لكم الاحساس اللي وصل لي ووصل لحضرتك الكاتب الصحفي الاستاذ خليل زيدان ولا لا؟ معرفش ليه حسيت ان هو متاثر باستاذه محمد عبد الوهاب وهو بيعزف على العود. اكيد طبعا. يعني أكيد. انت وصلك نفس اللي وصلني؟ أكيد. لان حضرتك طبعا نقدر نقول يعني البدايه نفسها كانت عن تشجيع لعبد الوهاب. يعني وحتى عبد الوهاب نفسه كان عنده القدره او الفرصه ان هو يتبنى هذه الموهبه. يعني اعتقد ان كان اول لقاء حسب ما هو اكد بنفسه الموسيقار محمد سلطان
التقى في منطقة جليم. كان الموسيقار محمد عبد الوهاب في جليم بيصيف في إحدى السنوات، واعتقد سنة 50. لأن كان تقريبا يعني كان عمر محمد سلطان كان لسه شاب صغير، كان بيقول 15 16 سنة في يعني في مرحلة الحدود الصبا. دي. هقول لحضرتك، هو مرة قال 12 ومرة قال 13 ومرة قال 15. فنقدر نقول مثلا ان سنة 50 تقريبا قابل عبد الوهاب في عنفوانه وفي قمة تألقه. عبد الوهاب طبعا شاف هذا الفتى او الصبي، يعني عمر 15 او 12 سنه، فلقاه موهوب بيعزف وعنده قدرات فنيه. فلاول مره يعني حاجه غريبه تحصل في تاريخ محمد عبد الوهاب، هذا الفنان الموسوس يعني ان هو يطلب منه، يقول له خدني يا محمد تعالى وديني كان تصرف غريب يعني، يمكن مش لايق مع الشخصيه بتاع محمد عبد الوهاب اللي احنا عارفينها. طبعا ان هو يروح بيت حد ما يعرفوش، بس طبعا من كتر اعجابه بالموهبه راح لحد بيته طبعا. فعلا. وخصوصا طبعا كان والد محمد سلطان الراجل طبعا ضابط في الشرطه او في البوليس زمان، وبالتالي طبعا كانوا بيتسموا بالحزم. ممكن ممكن بقى نعمل كده زي ستوب عند محطه محمد عبد الوهاب عشان نرجع للبدايات اللي حضرتك بتقولها دي. اتفضل حضرتك. يعني الوالد كان ضابط شرطه، وصل لدرجه ان هو كان حاكم دار، وحب ان ابنه يكون يدرس الحقوق ويدخل الكليه الحربيه ويمشي نفس يعني المشوار اللي هو مشيه، يعني يطلع زي بابا. لكن الام كانت مش كده، الام كانت يعني حس مرهف، بتعزف على البيانو، بتعزف على العود، بتغني، عاطفيه جدا. ازاي بقى المزيج ده عمل شخصيه وفن محمد سلطان؟ نقدر نقول ان هو زي حضرتك ما اكدتي ان هو استقى الفن او حبه للفن طبعا من خلال الوالده. الوالد طبعا زي ما قلنا ضابط شرطه، وبالتالي طبعا هو وصل لمرحله الحكمداريه في الترقي بعد ذلك، لكن طبعا في حياته كان حازم. وكان عايز طبعا ابنه يطلع زيه في نفس السلك، طبعا سلك الشرطه. فيعني تدخل الموسيقار محمد عبد الوهاب ومروحه بيته، وكان ساكن اعتقد في شارع اسمه شارع مصطفى باشا فهمي في جليم. لما راح وقعد، وطبعا كان حتى ضابط الشرطه طبعا لما راح لقى فوجئ بان عبد الوهاب عنده في البيت. وعبد الوهاب قال له يعني يا سلطان بيه، يا سلطان بيه، يا ريت تهتم بهذا الصبي، وطبعا ده هيبقى له يعني مستقبل. اعتقد ان هو زي محمد عبد الوهاب زي بالظبط. فدي توصيه من محمد عبد الوهاب نفسه. لكن طبعا نقدر نقول هذه الزياره وهذا التداخل وهذه التزكيه من الموسيقار محمد عبد الوهاب لم تثني يعني الوالد عن رايه. قال له طبعا بعد انصراف محمد عبد الوهاب، قال له شوف يعني خلص تعليمك الاول وخد سلاحك وشهادتك، وبعد ذلك اعمل اللي انت عايز تعمله. وبالتالي طبعا نقدر نقول ان بس هو يعني خلاه ياخد الاتجاه الصحيح، يعني ان هو ما منعوش من الموهبه، بس قال له يكمل دراسته الاول. تمام. فهو تمام. كامل دراسه تمام. يعني كمل دراسه الحقوق. تمام. وطبعا هو يعني اصبح بقى بينه وبين نفسه، طبعا نقدر نقول هنا انقطع طبعا عن عبد الوهاب وعن الفن خالص، لحد ما خلص طبعا نقدر نقول ايه يعني ليسانس الحقوق، وبالتالي يعني نقدر نقول بقى يعني اصبح على ابواب الفن. واعتقد ان هو ابتدى رحلته الفنيه ممثل. تمام. وده كان غريب، رغم حبه للموسيقى هو ابتدى كممثل، بس اللي عرفته انه مش هو اللي سعى، يعني مش هو اللي سعى للتمثيل. يعني ممكن شاب زيه، ممكن بوسامته برشاقته، ممكن ناس كتير تقول له طب انت ليه ما بتروحش السينما، او هو يقول لا انا عايزه امثل في السينما، لكن مش ده اللي حصل. لا هقول لحضرتك يعني اعتقد ان هو ده اللي حصل بالفعل. ان يعني السينما هي من سعت اليه. هو بيؤكد في معظم احاديثه ان يوسف شاهين في سباق الخيل شافني، وطبعا جه وقال لي تعالى انت تحب تمثل. طبعا هو ما شاء الله كان يعني نقدر نقول لحضرتك يعني ما كانش وسيم، ده هو كان فائق الجمال. يعني حتى ممكن نصل بعد ذلك الى فايزه احمد بعد الزواج، يعني ما كانتش بتغير عليه. وحتى كانوا يعني بيقول لها ان البنات كانوا بيعكسوني وانا في مرحله الصبا وفي مرحله الشباب، وبيقولوا له ده انت اجمل مننا. يعني هو ما شاء الله كان وشه جميل جدا. فبالتالي السينما هي من سعت الى محمد سلطان. ونقدر نقول يعني هو اكد في اكتر من لقاء ان يوسف شاهين هو من اكتشفه او من اتاح له لما شافه، لان هو كان بياخد بطولات في الفروسيه، فشافه غالبا وهو بينط حاجز، وهو ما كانش يعرف لسه ان ده يوسف شاهين. طبعا فهو تقريبا بيقولوا يعني يبعد عشان هو واقف جنب الحاجز،
اللي هو هينط عليه بحصانه، فاخد باله بقى ان ده يوسف شاهين، فقال له ان هو وسيم وتعالى اشتغل في السينما. وبالفعل يعني اه حسب بالتأكيد يعني الموسيقار محمد سلطان أن يوسف شاهين هو من أدخله السينما. طبعا لو احنا بصينا على أول فيلم اللي ناصر صلاح الدين ناصر صلاح الدين، هنلاقي مع لا، يوسف شاهين. هنلاقي إن محمد سلطان عمل 3 أفلام امم قبل فيلم ناصر صلاح الدين. ياه. عمل فيلم دنيا البنات مع ماجدة، اه عمل فيلم أول فيلم بقى حضرتك شارك فيه اه كان يوم بلا غد مع مع فريد فريد الأطرش. الأطرش. طبعا ده ده كان ده في مارس سنة لا، ده 62. قبل ناصر صلاح الدين. قبل النصر، ده اه مارس اه 62. اه الناصر صلاح الدين 63. اه وعمل دنيا البنات، وعمل في فيلم كمان تاني مع ما مع ما محرم يمكن فؤاد من غير ما يمكن ميعاد. يا استاذ خليل الفيلم على ما تم انتاجه ونزل كان 63، لان ناصر صلاح الدين ده خد وقت هو بالفعل خد وقت، من وكان في المنتجة مشاكل ما اسيا بين طبعا يعني اخد وقت، فيمكن كده. لكن يعني هو كان بيتكلم ان بداياته السينمائية كانت مع يوسف شاهين، هو او مع هو اللي قال له تعالى السينما يعني تمام. بس احنا بس يعني بتكتب بالسنوات بنمشي يعني حسب السنوات. يعني انا حتى اه لما بصيت على فيلم يوم بلا غد لقيته مم. عرض في مارس، مم. اذا تم تصويره مثلا نقدر نقول في 61. اه تخيل حضرتك مثلا في ديسمبر او في نوفمبر، وبالتالي طبعا نقدر نقول عرض في مارس اه 62. اه بس مش غريبة ان حد يعني بوسامة ورشاقة الموسيقار الراحل محمد سلطان، وما يعني ما تجذبوش السينما وبارقها، ومعروف ان السينما يعني بتجذب اكتر، اكيد طبعا، اكيد يعني طبعا، اكيد بارقها اكتر اكيد من الموسيقى. ف اكيد. يعني ايه ليه تفتكر حضرتك ليه يعني هقول لحضرتك ككاتب يعني وناقد يعني ليه؟ هقول لحضرتك هو طبعا نقدر نقول زي ما احنا اكدنا وحضرتك قلتي ان هو كان شديد الوسامه. اه طبعا ووجه جميل جدا. فطبعا اعتقد ان جمال محمد سلطان هو الذي اضره. امم بمعنى ايه حضرتك؟ يعني مثلا السينما عايزه الماكر، عايزه الشرير، عايزه الخادع، عايزه الوسيم، عايزه الشاب الحبيب، يعني اكتر من شخصيه. يعني مثلا لو احنا بصينا على رشدي اباظه او اكتر من شخصيه، هنلاقي عنده المقومات اللي يقدر يتنوع فيها. لكن جمال محمد سلطان وجمال وجهه حصروا في شخصيه واحده، اللي هو امم مثلا صديق البطل او اه المهندس او الدكتور. لكن ما يقدرش محمد سلطان بجمال الوجه ده والوسامه دي يعمل مثلا ابن البلد او يعمل انسان شرير. مش يعني تقطيع وشه مش هيقدر طبعا المشاهد او الجمهور مش هيقتنع. امم فبالتالي اعتقد ان جمال محمد سلطان هو اللي حصره في ادوار معينه. يعني زي حضرتك مثلا فيلم عائله زيزي، اه شوف حضرتك كان طالع بدور مخرج المخرج جميل جدا وكان وقور، وبعدين هو كمان على المستوى الانساني والشخصي كان طيب جدا. يعني انسان متزن، انسان وقور جدا. فكل هذه يعني الصفات الإنسانية الموجودة جواه يعني حصرت هذا الرجل في أدوار معينة، امم وبالتالي لم يتنوع. أعتقد أنه عمل كل تاريخه السينمائي تقريبا كان 11 فيلم. اه لكن طبعا نقدر بعد كده بقى مرحلة يعني التأليف الموسيقي، عمل 27 فيلم موسيقى تصويرية. اه يعني لذلك هو أعتقد كان سنة 80 كان آخر أدواره، وعمل كلها أدوار بسيطة جدا لم تكن متنوعة يعني. اه طب لو قلنا طبعا هو اتعامل مع يعني كبار المؤلفين والشعراء والموزعين، ويعني الحقيقة كان يعني عمالقة عصرهم الحقيقة، وهو كان أحد العمالقة أكيد. لكن نصيب الأسد كان من أغانيه كان طبعا من نصيب الفنانة فايزة أحمد من الأغاني، وكان في زي احتكار، يعني زي ما يكون في عقد احتكار بينهم هما الاتنين. هو احتكر معظم أغانيها، وهي احتكرت معظم ألحانه. فهل يعني ده يعني من فايزة أحمد ده تشجيع ليه؟ وهل هو ده علشان اقتنع بصوت فايزة أحمد كان أكتر صوت مقتنع بيه؟ يعني التركيبة كانت إزاي أو المعادلة كانت إزاي؟ شوف حضرتك يعني هو يعني يدين بالفضل في اتجاهه من السينما إلى التلحين وإلى الموسيقى لفايزة أحمد. مم. فايزة أحمد هي من جعلت محمد سلطان ملحنا. طبعا اه ده من خلال الوثائق الصوتية والحلقات اللي يعني هو مسجلها اللي هو بصوته مسجلها بصوته. هو راجل اه قال كده. يعني هي اعتقد انها يعني بعد ما هو كان صديق فريد الأطرش، واعتقد طبعا زي ما احنا قلنا واشرنا ان كان من يوم اصدقاء بلا محمد عبد غد، الوهاب. يعني يمكن الصداقة جت من ان طبعا هو عمل طبعا معاه فيلم يوم بلا غد. اه طبعا. فهو اه بيروي ان هو كان في بيت فريد الاطرش، وداخل لابس بليزر شيك وفي زراير كده على الصفين، واعتقد ان كان في سبرايت، وهو ما شاء الله بوسامته بجمال وشه. ففي افتكرته طيار. افتكرته
الطيار. فبتقول له قال لا لا ده راجل فنان زينا. اه فهي بهرت بشكله واعجبت وسمته. جدا بشكل هذا الرجل فبالتالي نقدر نقول في هذا اللقاء خرجوا الاثنين، قالت له انا عازمك على الشاي. طبعا خدته وبعدين عرف من خلال الحوار، ولما راح عندها فقالت له يا محمد انا دلوقتي في حرب ضاريه ضدي، وانا عايزه هطلع دلوقتي ارجع تاني على لبنان، انا خلاص كده مش هقدر. ليه؟ لان مفيش ملحنين عايزين يلحنوني، في شلاليه موجوده في قلب الفن دلوقتي، عبد الحليم مع مجموعه ملحنين، عبد الوهاب مع مجموعه مطربات وشغال معاهم، فبالتالي مفيش حد يعمل لي شغل. فتعرف تلحن؟ فهو الراجل ده كان اول حاجه قال لها اعرف ده انا كذا كذا، وحكى لها تاريخه. قالت له طب سمعني حاجه. فراحت اول حاجه ادت له اغنيه وطنيه اسمها رش الفل مع الياسمين، او هات الفل مع الياسمين. فقال لها بس يا فايزه دي وطنيه، والقصيده دي مش هتعيش، لان طبعا دي هتنشر في مناسبات معينه، لكن اغاني الحب بتتذاع في اليوم 30 مره. تمام. فقالت له بس طب نجرب في دي. فعمل بالفعل اول اغنيه ليها ونجحت، اللي هي رش الفل مع الياسمين. وبعد ذلك بقى عمل لها اغنيه تاني، اؤمر يا قمر، اللي هي العاطفيه بقى، اؤمر يا قمر امرك ماشي. دي كان تاني اغنيه. اذا هنا هو الراجل فايزه هي من جعلت محمد سلطان ملحنا، واتجه بعد ذلك الى التلحين. يعني حته بقى حضرتك بتقولي يعني ان هم يعني هم انا حاسه في مشوارهم، يعني مشوارهم جميل الحقيقه، يعني حاسه ان هم خدموا بعض برضو في الوقت اللي فايزه كان الملحنين يعني اخدين جنب، او هي حاسه ان في زي حرب ضدها، او ان مش عايزين يتعاملوا معاها، كان هو برضو اللي انقذها بالحانه. أكيد يعني أكيد اقصد أكيد يعني هي أكيد. ادته فعلا في الاول، وقفت معاه في الاول. تمام. هو برضو ادالها في الوقت اللي هي كانت حاسه ان هي ضعيفه فيه، فهم يعني كان الصراحه ثنائي رائع يعني. طبعا ونقدر بقى نقول هنا انها طبعا بعد ما هي عملت الجميل ده مع محمد سلطان، اصبحت برضو كمان تدين له بالفضل، ان هو الراجل طبعا اصبح زي حضرتك ما اكدت وقلتي ان عملوا دويتو جامد قوي. لدرجه حتى ان النقاد والصحفيين كلهم حذروهم من هذا الدويتو، قالوا يا محمد انت المفروض لحن للغير، ويا فايزه انت المفروض كمان عشان يبقى في تنوع في مسيرتكم. هي كانت حاطه حاجه في دماغها، هو طبعا اكد ده واعترف بيه بنفسه. قال ان هي كانت عايز تعمل بالظبط النسخه الثانيه من الرحبانيه. قالت الرحبانيه زي تخصصوا بالظبط مع فيروز. مع فيروز. وطبعا دول يعني ما بيسيبوش فيروز، وكل انتاجهم لفيروز، فبالتالي هي حبت تكرر نفس المشكله. التجربه دي. وطبعا هي كان ظنها في محله، لان هو كان ملحن بارع. هذا الرجل طبعا نقدر نقول لحضرتك برضو ما كانش بيشتغل على الاغاني الخفيفه البسيطه والقصيره، لا ده عمل حتى القصائد المعقده. نقدر نقول مثلا رساله من امراه، ورساله الى امراه. عمل العيون الكواحل برضو من القصائد الجميله، التي نقدر نقول انها تمزج ما بين اللغه العاميه والعربيه في وقت واحد. فبالفعل هو كان راجل بارع في الالحان يعني. طيب احنا معانا الحقيقه اغنيه يعني بتوثق برضو مشوار حياتهم مع بعض، هدي الليل فايزه احمد ومحمد سلطان، وهو ظاهر معاها في تصوير الاغنيه. حاسه ان الاغنيه دي فايزه احمد مع عزف محمد سلطان واللحن الرقيق. يعني الاغنيه يمكن الناس ما تسمعهاش كتير، يعني مع الاسف في التلفزيون ما بقاش يذاعها كتير. يعني احنا عشان كده احنا جبناها مره قبل كده برضو في موسيقى الجيل، واحنا بنجيبها اهو طبعا النهارده في ذكرى محمد سلطان. طيب يعني لو كلمنا برضو عن علاقته بفايز احمد، حضرتك قلت انه كانت عايزه، هي كان ده اللي في دماغها. طب هو الفنان محمد سلطان كان في يعني ايه اللي كان في باله؟ كان بيفكر ايه لما كان معظم الحانه كانت بتروح لفايز احمد؟ يعني طبعا هو نجح معاه نجاح كبير جدا، وحتى من خلال حتى يعني نقدر نقول السميعه كانوا يقدروا يحللوا شغل هذا الرجل. طبعا عمل لها الاغنيه القصيره الرشيقه، زي مثلا اخد حبيبي يا نعمه. طبعا دي الاغنيه في منتهى الروعه، طبعا دي كنا بنسمعها واحنا صغيرين. داخل على القصايد عملها طبعا رساله من امراه لنزار قباني، بس طبعا دي حجبت 9 سنين عشان خاطر كان كلمه فيها معينه، وافرج عنها بعد ذلك يعني. انهي قصيده للنزار؟ اللي هي رساله من امراه. رساله عملها طبعا العيون الكواحل، عمل لها قصيدة رهيبة اسمها حبيب الأربعاء. لا تسألني كيف هذا الحب جاء، يعني أغنية. وبعدين هي بتستخدم بقى الجوابات والقرارات فايزة أحمد، وبترتع في هذه الساحة اللحنية الجميلة. فالراجل كان يعني ما كانش مقتصر ألحانه بس على الحاجات البسيطة الصغيرة، لا كان عمل لها القصائد المعقدة، عمل لها الأغنية القصيرة، عمل بعد ذلك بقى الأغاني بقى حضرتك الطويلة اللي كنا بنستمتع بيها، اللي هي في إذاعة أم كلثوم، وكانت مصر كلها بتستمتع بصوت فايزة أحمد من خلال محمد سلطان.
يعني هي بالفعل يعني عملوا دويتو رائع جدا. وطبعا بعد نصيحة بقى النقاد والمحيطين نقدر نقول انها برضو لجأت الى بعض الملحنين الاخرين، طبعا كمال الطويل، في ناس تانيين برضو لحنوا لها هو كتير. كان في وقت بيقول يعني كنت انا ومحمد عبد الوهاب، وكأن هي دي الايه المساحة اللي هي هتتحرك فيها، يا اما اللحن يكون للموسيقار محمد سلطان، يا اما يكون للموسيقار محمد عبد الوهاب. كان في فترة كده ما يعني كانش هي يعني هي آه. بتغني من ألحاني وألحان محمد عبد الوهاب. اكيد اكيد. اه رغم ان احنا في الحلقه السابقه مع حضرتك اه اكدنا ان محمد الموجي هو الذي يعني اعطاها اه النجاح مم. بالاغنيتين يما القمر على الباب، وفي اغنيه كمان تانية لما جت طبعا عملت فيلم تمر حنه فنقدر نقول انها بعد كده انقطعت عن الموجي حوالي 17 سنه، اللي هي طوال الزيجه بتاعه اه اه محمد سلطان. تمام. وبس رجعت تاني بعدها لما اتطلقت. يعني اعتقد بقى حاجات بسيطه جدا، اه يعني عمل لها حاجات بسيطه، اه لان برضه هو الموجي كان يعني عصبي شويه، يقول لي يعني انت سبتيني الفتره دي كلها وبعدين اصبحتي عملت دويتو مع سلطان. فهي يعني كانت بتخبط على كل البيبان، كانت عايزه برضه تنوع، لكن الموجي برضه كان يعني له مجموعه معينه. واعتقد برضه ان هو فرض ساعتها برضه كمان شروط الاغنيه مش اقل من 300 جنيه، طبعا ده في الزمن الجميل، مم. 300 جنيه الحانها. فبالتالي نقدر نقول برضه ايه يعني هي امال ايه المرحله يا استاذ خليل اللي اتعامل فيها بقى مع باقي المطربات دول كلهم؟ يعني هو اتعامل مع سعاد محمد في اغنيه اوعدك، طبعا وصباح وليلى اه مراد ونجاة والجيل برضو الاجدد، يعني اتعامل مع الجيل الاجدد تمام تمام. يعني ما دي بقى كانت اه بناء على حته نصيحه التنوع. اه يعني اعتقد ان فومي اللبيب كان كتب في مجله الكواكب سنه 64، اه يعني قال لهم انتوا كده هتخسروا، يعني لازم طبعا ايه الجمهور نفسه يبقى فيه الحان جديده في صوتك يا فايزه، مش يبقى كله على وتيره واحده. مم. لان مهما كان محمد عبد الوهاب حضرتك او رضا السنباطي او اي ملحن له يعني من اول تكه حضرتك بتعرفي ده لحن مين. اه فبالتالي برضو محمد سلطان نفس الموضوع، رغم ان الراجل تنوع وعمل الحان متنوعه وجميله، مم. لكن برضو الكل نصحها انها تبتدي تتنوع. لذلك بقى نقدر نقول ان هو بعد ذلك اكتشف بقى عده نجوم، ويعني ايه واتاح لهم الفرصه، طبعا زي اول مثلا محمد عبد الوهاب كان وصاه على اه حسب طبعا ما اكد بنفسه الموسيقار محمد سلطان على هاني شاكر، مم. الفن المطرب هاني شاكر. اه فقال له يا محمد انا يعني في شاب جميل قوي، عايزين نعمل له لحن حلو، بس اللحن ده يا محمد عايزين نخليه نخلي الناس تسيبه، مم. يغني، الناس ما تحاربوش، الناس يعني ايه. فبالتالي دي كانت وصية عبد الوهاب اه لمحمد سلطان. هو الحقيقة الموسيقار محمد عبد الوهاب قال، يعني بيقول في حديث أنا سمعته، يعني قال له باللفظ أنا عايز لحن حراق لهاني اه شاكر الأمير الغناء العربي اللي كلنا بنحبه طبعا. قال له اه كده أنا عايز لحن حراق، آه، وبعد كده تمام وضح يعني تمام إيه تمام. اللي مقصود بده. وحطوا له التفاصيل، يعني قال له اه يعني حتى هو كمان محمد سلطان لما بيروي خد كلمه عشان الناس يسيبوه، اللي هم اه اهل الفن والشلاليه ما يحاربوش هذا النجم الجديد مم. ويتيحوا له فرصه النجاح. فقال له يعني فراح متصل محمد سلطان بمجدي نجيب، الشاعر مجدي نجيب، مم. وطلب منه، قال له اعمل لي حاجه بهذا الشكل. اه فعمل له اغنيه سيبوني سيبوني أحب. احب سيبوني يا ناس. وطبعا عمل لها لحن طبعا بديع، وانطلق من هنا طبعا نقدر نقول ايه مسيره محمد سلطان اه مع هاني مع شاكر هاني يعني. شاكر. اه كان ليهم يعني تعاون جميل بين اكيد الموسيقار طبعا محمد اكيد سلطان طبعا. وامير الغناء اه العربي. الحقيقه اه كان اغاني حلوه جدا ولسه بنسمعها لحد دلوقتي بنستمتع بيها يعني. وغيره من الفنانين، يعني هو برضو ساهم في بدايات سميرة سعيد، أصالة، يعني محمد ثروت، يعني غيره. يعني هو كان دايما بيقف جنب، يعني شوف أجيال مختلفة، ولحد آخر فترة كان في نجوم زي المطربة أماني نبيل. يعني أقصد إن هو ما قفلش بقى لا بابه لا لا باب تمام المساعدة، تمام لا ده كان تمام. بيساعد الفن والفنانين حتى اللي ما يعرفهمش، حتى الجداد لحد آخر وقت. تمام. اه يعني نقدر برضه نؤكد حاجه كمان تانية. فايزه طبعا كانت يعني زوجته، وطبعا يعني كان في مشاركه فنيه وزوجيه في نفس الوقت. فهي حتى اعتقد انها كانت سميره سعيد لما جت من المغرب، اه طبعا هي فايزه احمد طبعا كانت لبنانيه، فكانت شعرت بالغربه
في البدايات وبعض المناوشات اللي كانت بتحصل لها، فهي احتوت سميرة سعيد وفتحت لها بيتها، ويعني ده حسب ما أكدت بنفسها في أكتر من حاجة. يعني يعني ما كانتش بتحس بالمنافسة لا او لا بالعكس، الغيرة؟ لا ابدا ابدا. اه يعني اه ده حتى بيسالوا محمد سلطان بيقولوا يعني انت فايزه ما بتغيرش عليك؟ فهي قال لهم لا، ده هي بتقول لي يا محمد خليك لطيف مع الكل، مم. خلي الناس كلها تحبك. يعني هي عارفه ان كان كل حب محمد سلطان ليها هي، مم. فبالتالي ما كانتش بتغير، وبالتالي اسعد الناس بحديثك وكلامك معاهم. فما كانش عندي الحته دي خالص، اه ان هو يجيب مثلا سميره سعيد ويلحن لها ويبتدي مثلا يقدم لها اروع الالحان. فبالتالي لا، ما كانش عندها غيره ولا اي حاجه ابدا. وحضرتك بقى طبعا زي ما اكدتي ان هو تنوع تلحينه من اول سعاد محمد طبعا لحد طبعا اوعدك. الاجيال طبعا ايه. وكان اعتقد انه كان بيعتز جدا بالموهبه الجميله الفنانه ناديه مصطفى، اه عمل لها فنان. اروع الالحان. واعتقد ان هو يعني كان عايز يوصلها لاعلى من كده بالنسبه، طبعا هي دلوقتي اصبحت نجمه مم. كبيره، فهو كان عايز برضو كمان يديها يعني اروع الالحان عنده يعني. هو الحقيقة كان مقتنع بصوتها جدا، وغير اقتناعه بصوتها الجميل يعني الفنانة نادية مصطفى كان بيحب عندها صفة هي من الصفات الأساسية عنده اللي دايما بيحبها في الناس، وهي صفة الوفاء. اكيد اكيد اه اكيد. يعني فهو كان دايما يقول عليها ان هي زي بنتي، وان تمام هي وفية، وان تمام هي تمام. يعني دي من وهي اجمل. لحد اخر لحظه اه اه يعني، اه لو حضرتك تبص النهارده ممكن تلاقي النهارده الفنانه ناديه مصطفى طبعا هي اللي كانت يعني في مرضه في اي موقف كانت على طول تقول حتى ده يعني ابويا الروحي او ده استاذي. اه فبالفعل هي تدين بالفضل، وعارفه طبعا يعني مدى ما قدمه لها محمد سلطان من الحان بديعه ومعامله طبعا طيبه يعني. تمام. وحضرتك بتقول ان ده كان خاص بيها. اكيد اه طبعا. اه وعلى فكره هو الراجل كان جميل يعني اه ليس مع ناديه مصطفى فقط، اه لكن مع شخصيات كتير. يعني نقدر نقول اعتقد ان هو عمل الشغل محمد ثروت، يعني ساعد برضو نقدر نقول عازف الجيتار عمر عمر خورشيد. خورشيد. فيعني الراجل لم يكن يبخل على اي حد. لكن طبعا بقى طبعا نقدر نقول ان لما يعني ظهرت في المجتمع بقى دلوقتي الفني بعض الفرق يعني الناس اللي كلها مش راضيه عنها، فالراجل طبعا هنا نقدر نقول حجب اعماله وخلاص، بقى دول اخر النجوم اللي هم تمام. ايه يقدر يشتغل معاهم. طيب هستأذن حضرتك، معانا معلش يا الموسيقار فندم، سمير في حبيب على التليفون. الو الو تحت مساء امرك. الخير. ربنا يبارك لك والله. الو مساء الخير، معانا الموسيقار سمير حبيب. الو الو اي يا فندم. ازاي حضرتك؟ اهلا يا فندم، الله يخليك. عايزه اعرف ذكريات حضرتك مع الموسيقار محمد سلطان. هو انا اول ما عرفت بيه كان حوالي من حاجه 45 سنه كده ولا حاجه. تمام. كان مع الاستاذه فايزه احمد. كانوا جايين يجربوا ايه الاستوديو اللي انا عامله ده، استوديو الصوت. بيسجل تراكات وبتاع وحاجات زي كده. ف جهزت، يعني ادوني حاجه كده بيختبروا الاستوديو فيها يعني، وقعدت معاهم بقى وشرحت لهم كل حاجه وبتاع، والحمد لله يعني اقتنعوا برضو بالفكره الجديده، بدل ما كانوا زمان بيقصوا ويلزقوا يعني كل كلمه وكل حرف على شريط. انا كنا بنسجل بقى ونمنتج واحنا قاعدين كده من غير ما نقص حاجه يعني. عجبته الفكره. ومن حوالي 4-5 سنين كده قعدنا نخرج مع بعض كتير ونتقابل، وبيحكي لي حواديته بقى وبتاع. كان دنجوان وهو صغير، قابلته بقى لما كبر، كان يعني انسان لطيف وجميل، ويعني حبوب كده تحبي تقعدي معاه. وزرته كتير في البيت اللي هو كان عايش فيه مع الاستاذه فايزه. شخص متواضع، ما شفتش منه اي حاجه، وربنا يرحمه طبعا، كان انسان جميل. الصراحة انتوا لاقيين على بعض سيادة الموسيقار، لان حضرتك بتحمل كتير برضو من صفات الموسيقار محمد سلطان الحقيقة. يعني يعني حضرتك برضو فارس في اخلاقك، هو كان فارس ونبيل برضو في اخلاقه يعني. وحتة برضو يعني مش بتحبوا الظهور قوي، مش بتحبوا الاضواء قوي. حاسة ان في تشابه على فكرة، حضرتك حسيت كده؟
طبعا، وهو كان هادي كده الطباع، تحس انك بتكلمي فرنسي يعني، مش عفياجي يعني، لا. وكان هادي وصوته تملي واطي لما يجي يتكلم، وما يتنرفز كده تحس انه مش بيتنرفز يعني، تحسيه برضه كده هادي يعني. ما ربنا بيختار احسن خلقه. اكيد اكيد. شكرا لحضرتك، شكرا جدا لمداخله حضرتك، شكرا ليك. شكرا ليك. الحقيقه الموسيقار سمير حبيب يعني حد برضو في نفس الصفات اللي بنتكلم على الموسيقار محمد سلطان، برضو التواضع وحته ان هو يحب شغله بس بيشتغل، مش مهم بقى التسويق ده، مش انا اللي اعمله، انا بشتغل وبس. فبرضو محمد سلطان الحقيقه كان نفس الحاجه، يعني هو كان مركز جدا في شغله طبعا، ومتفاني في الموسيقى، بدليل ان هو بعد عن يعني بريق الشهرة بتاع السينما هقول لحضرتك حتى في العصر الذهبي نفسه طبعا نقدر نقول برضو ان الفنانه فايزه احمد تعرضت لكثير من المناوشات، وهي كان في حرب ضاريه طبعا ضدها. يعني هقول لحضرتك رغم ان احنا بنستمتع لحد النهارده بالروائع الاذاعيه وروائع الاغاني اللي هم عملوها نجوم الفن، لكن كان في برضو بعض الخبايا في يعني في التعاملات بينهم بعضهم في الحفلات، وفي الحرب مع الملحنين والشعراء. ممكن نحجب حد، ممكن نقول لحد لا ما تعملش حاجه لفايزه. رغم ذلك طبعا هي كان عندها شيء من العصبيه في حياتها، هو كان على العكس خالص بقى، كان هادي جدا. فبالتالي لما كان بيشوفها بتخوض اي معارك واي مناوشات، الراجل بصراحه كان بيهديها وما كانش بينفعل، ومثلا يقول لها خلاص يدفعها، لا خلاص يا فايزه اصبري، هنعمل احسن من كده وسيبك من ده. فبالفعل هو زي الاستاذ سمير ما قال واكد ان هو بالفعل كان راجل جنتل، يعني تحس حضرتك ان هو متزن ووقور وهادي جدا وطيب جدا، وما كانش بتاع بقى عنف ولا مكر ولا حاجات اللي كانت مثلا ممكن تحصل في الكواليس زمان يعني. حضرتك تقصد مين بالمكر؟ لا هقول لحضرتك يعني ما احنا في حاجات كتير مثلا نقدر نقول ان بعض المطربين الكبار كان في بقى في مناوشات كبيره جدا على الحفلات. يعني فبالتالي واعتقد ان فايزه احمد نفسها، وانا عندي مقال بياكد كده وبتقول بنفسها قطعوا النور مره عليها في الحفله وهي بتغني. تخيل حضرتك من ضمن المكائد اللي كانت بتحاج ضدها احمد فؤاد حسن. وعندي على فكره برضو المقال ده اللي بتاكد فيه بنفسها، كان بيفرض عليها يقول لها يا فايزه انت هتغني الاغنيه مثلا مدتها مثلا 12 دقيقه او 10 دقائق بالظبط، وتعملي وصله واحده ما تعمليش وصلتين، او تعملي وصلتين وما تكرريش. فهي كانت تلاقي الجمهور بيطلب منها الاعاده. فحتى وصفت مره في المقال ده في مجله الكواكب، وعندي المقال بتقول فيه ان جه احمد فؤاد حسن لما الجمهور طلب بالاعاده ساب المسرح وراح نازل. فبالفعل ليه؟ كان يعني لان هقول لحضرتك لان بالفعل هم مظبطين سيستم معين، عشان جدول فايزه هتخلص هتخش نجاة الصغيره بعدها ورده، فمحدد. فبعض المطربات كانت بتحب تكيد الثانيه وتطول ففايزه اعتقد انها مره طولت راحوا قاطعين عليها النور واصبحت تغني صوتها الله اكبر، كان صوتها طبعا جميل ومطربه والناس حابه صوتها فغنت من غير ميكروفون. فدي من ضمن حتى المناوشات والكواليس اللي كانت بتحصل زمان يعني. بس اعتقد ان هي يمكن مش ما تكونش قصدها قوي ان هي تضايق المطربه اللي بعدها، هي عايزه تستجيب يعني أكيد لرغبه الجمهور. طبعا بالاضافه ان كان بيقال عنها ان هي لما بتمسك المايك ما بتبقاش عايزه تسيبه، يعني هي بتحب الغنى قوي. يعني هي كانت بتمشي تغني في الشارع زي ما يعني الفنان محمد سلطان كان بيقول كانت بتغني في الشارع انا ألحن. طب هستأذن حضرتك، احنا معانا الموسيقار الكبير هاني شنودة. الو الو، مساء الخير. يا مساء النور، اهلا وسهلا. مساء الفل على حضرتك. ربنا يخليك، اهلا وسهلا. منورنا بصوتك استاذ هاني. ربنا ينور طريقك وينور للناس كلها ان شاء الله. ربنا يخليك. عايز اعرف ذكريات حضرتك ايه مع الموسيقار الكبير محمد سلطان؟ طبعا ليا ذكريات كتير لان انا وزعت اغاني وغنتها مدام فايزه. طبعا كنا بنتقابل كل يوم وكنا يعني عيشه كامله مع بعض يوميا. اغنيه على وش القمر دنيا جديده وهدي الليل، ويعني حاجات كانت الحان في منتهى الجمال. انا اقول لحضرتك على سلطان، يعني
كل الناس عارفه ان هو ممثل هايل وملحن هايل، ويعني كل الكلام ده الناس عارفاه. لكن هو كانسان، اولا هو خريج حقوق، فهو عارف يعني ايه قانون، وعارف ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، والحكايه والروايه وكل حاجه. تمام. لكنه كانسان كان منتهى الشياكه، وكان لورد في حد ذاته كده، من الناس اللي هي لها قيمه كبيره في حد ذاتها، لانها هي عامله لنفسها قيمه. تمام. طب بما ان حضرتك بقى يعني حضرتك متخصص في الحته دي، ايه اللي كان بيميز الحان محمد سلطان؟ سلطان كان بيعمل الاغاني الطويله وعمل المياده، وكان بيعمل الاغاني القصيره. والحقيقه دي ده يعني يمكن حاجه امتاز بيها هو وعبد الوهاب، ويعني وبليغ. لكن انا ما اظنش ان في حد كتير كان يقدر يعمل الاغنيه القصيره والاغنيه الطويله، لان الاغنيه الطويله تكنيك معين والقصيره تكنيك تاني خالص، تماما تماما تماما. تمام. احنا بنعزي حضرتك بجد، وبنعزي كل محبي النهارده يعني في وفاة الموسيقار الكبير محمد سلطان. شكرا لحضرتك ونورتنا بمكالمتك. شكرا ليك. يعني انا بحبه قوي، وبحب الصراحه كل اللي بيتصلوا بينا الحقيقه، وكل اللي بيكونوا ضيوف عندنا يعني بيكونوا ممتازين الحقيقه. وبكتشف انه مش فن بس، لا ده في اخلاق يعني، وده اللي برضو بينطبق على محمد سلطان. اكيد اخلاقياته مش هي اللي موجوده دلوقتي. وهو يعني برضه على فكره الموسيقار هاني شنودة برضه اكد حاجه برضه كنا لسه بنتكلم فيها حالا دلوقتي، ان بالفعل حته الاغاني البسيطه، الحاجات الاغاني الصغيره، طبعا هو اكد وقال ان يعني لها تكتيك او تكنيك معين، والاغاني طبعا وده اللي بالفعل برع فيها زي ما احنا قلنا. لما يلحن مثلا رساله من امراه، دي اغنيه طويله جدا، وبرع في ده وفي ده. يعني ده تحدي، لان ممكن مثلا بعض الملحنين يبقى سر فشلهم ان هو يعني يقدر بارع في الاغنيه الصغيره اللي هي 7 دقائق 6 دقائق في الحدود دي وخلاص. لكن الراجل لما يعمل اغنيه مثلا تستمر ساعه، ساعه وربع، او ساعه ونص، وكل كوبليه يقدر يعني يبقى فيه رشاقه وفي تجديد، ومفيش لحن عند محمد سلطان يشبه الاخر حقيقي. فبالتالي طبعا دي اللي اكد حتى في الموسيقى التصويريه يعني طبعا لحن فيلم مثلا الراقصه والسياسي غير النمر والانثى، يعني طبعا غير يا عزيزه كلنا العمر يا عزيز. أيوة. يعني الالحان مختلفه، لكن مع الحفاظ على شرقيه الموسيقى، بحيث أكيد ان طبعا. هو أكيد طبعا. يعني أكيد يعني لان هو من جمال محمد سلطان ان هو وجد في عصر العمالقه. يعني كان في ناس يعني بالفعل تماسيح بالنسبه لمحمد الموجي، كمال الطويل، محمد عبد الوهاب، واعتقد في بدايه الستينات كان ظهر بليغ حمدي. واعتقد ان كان في واقعه كده بسيطه بينه ومحمد عبد الوهاب، الموسيقار محمد عبد الوهاب كان طبعا كان صديق وحبيب محمد سلطان. مره اشاد بصوته، قال له يا محمد انت عملت اللحن الفلاني ده لحن جميل. فمحمد سلطان من فرحته يعني اعلن هذا النبأ، وقال ان الموسيقار عبد الوهاب مغرم جدا. بليغ حمدي زعل قوي، انت بتقول عن نفسك يا محمد انك انت يعني الموسيقار الاوحد والحانك مش، فزعل لدرجه يعني ايه طيب خاطره بكلمتين، قالوا لا ده بس من فرحتي بعبد الوهاب. فبالتالي فايزه احمد سمعت الحوار ده زعلت من بليغ. يعني انت ازاي بتكلم محمد سلطان بالشكل ده؟ الراجل ناجح وراجل كويس كده يعني. وكان في موقف طبعا، بس يعني مش مكانه دلوقتي. احنا في نهايه الفقره دي بنشكر حضرتك جدا، يعني نورتنا بوجودك وبمعلوماتك، وبنعزي حضرتك طبعا في فقيد الفن الموسيقار محمد سلطان. شكرا للكاتب الصحفي خليل زيدان. شكرا ليك. شكرا لحضرتك، وشكرا لكل فريق البرنامج يعني اللي بيواكب الحدث الجميل ده، وان احنا نقدر نقول ان احنا يعني نهدي باقة ورد لروح المرحوم الموسيقار محمد سلطان. دي أقل حاجة طبعا نعملها، ويا رب نقدر نوثق ولو جزء من مشواره في حلقة النهاردة. بعد الفاصل هنكمل طبعا مشوارنا ورحلة محمد سلطان مع الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ محمود حسن. بعد الفاصل نشوفكم إن شاء الله.